وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم
ايا ما كانت مشكلتك ايه؟ انا مضغوط نفسيا، انا عايز احس مرة ان انا سعيد، عايز احس بالسعادة، نفسي احس بالسعادة. واحد تاني هيقول انا ذنوبي كتير والدنيا ضلمة في وشي، انا عايز اعمل حاجة احس ان انا ذنوبي اتكفرت، اواجه كل الكروبات اللي جاية دي بايه؟ عايز افائض حسنات. واحدة هتقول انا حياتي كلها مشاكل مع بيتي، مشاكل مع جوزي، مشاكل مع الدنيا كلها، انا عايزة حاجة تحل لي مشاكل حياتي. واحد هيقول انا الدنيا مقفلة في وشي، لا عارف اشتغل ولا راقي شغل ولا عارف اتجوز، احط ايدي في الخضرة تخرب، احط ايدي على الجرح يولع، اعمل ايه؟ الدنيا مقفلة في وشي. انا بقول لكل دول حل مشاكلكم في ذكر الله، حل مشاكلكم في ان تكونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكلتك امري وسلامة صدري، وكلتك امري وسلامة صدري. عبادة الذكر عبادة بتحل لك كل مشاكل حياتك، عبادة بتخليك انسان مؤمن بحق وحقيقي، عبادة بتحيي لك عمرك بحق وحقيقي. اسرار الذكر، دوق طعم الذكر. انا مش قادر اتكلم عن الذكر بيعمل ايه في الحياة، انما العاطفة اللي مسيطرة عليا عاطفة واحد جرب، عاطفة واحد شاف لما ذكر ربنا عمل له ايه، ولما بعد عن ذكر ربنا خسر ايه. فالعاطفة المسيطرة عليا اوصف لكم ازاي عن اعظم عبادة بتوصلك بربنا واسهل عبادة بتوصلك بربنا، فكر الجنة يا اخوان.